أحلى طاسة صدوق في حياتي. هنقطع الصدوق من بعضه ونسيبه زي ما هو بحجمه دلوقتي. وبعدين هننزل بيه في الطاسة واحدة واحدة لحد ما ياخد لون. وبعدين نقلبه على الناحية التانية علشان برضه ياخد لون. أول ما يمسك نفسه نطلعه من الطاسة ونقطعه بره لحتت صغيرة. وبعدين هنجيب توم ونقطع بخل شرايح كده، خلي بالك السكينة تعورك. وبعدين نقطع طماطمتين. انا عملت طماطمية واحدة بس علشان التصوير يعني، عشان الفيديو ما يكونش طويل. أنا مش طباخ ماهر يعني ومحترف، بس هوايتي الطبخ. وبعدين نقطع فلفل حامي وفلفل الوان ونروح للطاسة بسرعة. هننزل بالبصل وبالطماطم والفلفل والثوم. وبعدين هننزل بفلفل اسمر وشطة خشنة وكمون وكزبرة وملح خفيف، علشان انا بصراحة هحط جبنة تركي. نقلبهم شوية وبعدين نغطيهم على نار هادية يعني لمدة ربع ساعة. بعد ما اتسبكت كده هننزل بالصدوق بتاعنا بعد ما قطعناه ونقلب شوية. وبعدين انا احط جبنة تركي. يا لهوي على الريحة يا جدعان. روح بقى اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس